التي تكرس لإعلام القرب بامتياز في هذه المحاور. هل استطاعت قناة تمازيغ تكريس إعلام القرب من خلال اعتمادها لبرامج اجتماعية وتنموية؟ ما مدى احترام القناة لدفتر تحملاتها واستجابتها لتطلعات مشاهديها بمختلف جهات المملكة؟ ماذا عن دور قناة تمازيغ في التعاطي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريعها؟ وأخيرا الآفاق المستقبلية لبرامج القرب على هذه القناة في ظل الجهوية الموسعة. محاور وأخرى نفتح النقاش فيها مع ضيفينا داخل الاستوديو: السيد محمد مماد المدير المركزي للإنتاج والبرامج بالقنوات الأمازيغية الإذاعية والتلفزية، والسيد محمد بن سيدي رئيس تحرير جريدة الخبر. مرحبا بكما. أولا وقبل فتح النقاش أدعوكما لمتابعة هذا التقرير ثم نعود لفتح النقاش حول إعلام القرب على قناة تمازيغت. منذ انطلاقها بتاريخ الأول من مارس 2010 وضعت القناة الثامنة تمازيغت نصب أعينها تكريس إعلام القرب من خلال حضورها بالقرى والدواوير والمداشر لفك العزلة الإعلامية عن هذه المناطق النائية. وعلى مدار 3 سنوات من بثها أثرت القناة برامجها بمواضيع وتحقيقات ميدانية لتقترب أكثر من اهتمامات وانشغالات ساكنة هذه المناطق، فالتربية والصحة والاقتصاد والأمن والسياسة والثقافة محاور شكلت مواضيع برامج القرب على تمازيغت. استطاعت من خلالها إيصال معاناة سكان بعض المناطق الجبلية وإيجاد حلول لمشاكلها. فبفضل تحقيقاته كشف برنامج أمكوس تمازيغت عن معاناة سكان منطقة أيت بعمران بجماعة نقافة التي تعاني نقصا كبيرا في المصادر المائية، وساهم بذلك في محاربة العطش بهذه الجماعة بتفاعل جمعيات محلية مع البرنامج. واستطاع برنامج تاروة مازيرت أن يجسد إعلام القرب من خلال حلقات نقلت المعيشة اليومي لسكان المداشر والدواوير والرحل. هذا إلى جانب مجموعة من البرامج الاجتماعية هدفها خدمة المشاهدين من قبيل برنامج الشأن المحلي أزداي وغيرها من البرامج. وكان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدى إعلاميا على قناة تمازيغت من خلال برنامج طريق المستقبل أغرس نتمل الذي واكب ورشاتها وإنجازاتها، وحرصا منها على جعل المشاهد الأمازيغي في قلب أهم الأحداث التي شهدتها المملكة. سجلت القناة حضورها بمسيرة الدار البيضاء ومن خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وتغطيتها لأكبر المهرجانات الدولية والوطنية التي تقام بكل ربوع المملكة. مع كل هذا تبقى انتظارات المشاهد المغربي عامة والأمازيغي خاصة كبيرة، وأمله أن تصبح قناة تمازيغت أكثر قربا والتصاقا بقضاياه وانشغالاته ونقلها للرأي العام بكل مصداقية وشفافية، وأن توازي في برامجها بين مكونات الأمازيغية الثلاثة. إذن هو تقرير حول تكريس قناة تمازيغت لإعلام القرب من خلال اعتمادها لبرامج تنموية بشرية اجتماعية وكذلك علمية. فأول نقطة نبدأ بها أستاذ مماد وأستاذ بن سيدي هي ما هو دور الإعلام المرئي ولا سيما المرئي في تكريس الجهوية الموسعة؟ ونحن نتكلم على برامج جهوية تنموية اجتماعية. أولا قبل ما نجاوب على السؤال ديالك الأستاذة زهور بغيت غاد أشكر المنيت تنين من قناة تمازيغت سواء ونا تيتيني المغرب ولا تيتيني برا المغرب. نتشكر في الحضور نسن غدا سينيغ بأن القناة هاتين سنايتية قاني كل شيء إن شاء الله فرات القناة تختين نسن نستجب عدة ناران عدة نتسترن إن شاء الله قدس نستجب كوي يورني سكوسنا جدا إن شاء الله. فنرجع للمحور ديالنا حول يعني دور الإعلام المرئي في تكريس الجهوية الموسعة، وذلك يعني بعد دستور 2011 فكانت الأهمية لهذه الجهوية فالاعتماد القناة لبرامج القرب. أستاذ ممد. بغيت جوابا على السؤال ديالك، أنا كنقول بأن شبكة البرامج ديال القناة كلها كنعتبر بأنها برامج
كتحاول ما امكن باش تستجب الانتظارات ديال المشاهدين ديالها، سواء كيتكلموا بالامازيغيه ولا ما كيتكلموش بها. من هادشي كيبان يعني بالنسبه للمشاهد يعني جميع البرامج كلها، وبالخصوص ما يصطلح عليه ببرامج القرب. كنحاولوا ما امكن باش نتقربوا عند المشاهد ونستجبوا للانتظارات ديالو ونسمعوا للشكاوي ديالو، لان الوجود ديالنا والحضور ديالنا كقناه وطنيه هو رهين بالرضا ديال الجمهور علينا. نعم. وما تنعتقدش ان اي وسيله اعلام سواء سمعيه بصريه او مكتوبه يمكن يكون عندها حظوظ ومكانه داخل المشهد السمعي البصري الوطني الا ما كانش كتستجب قريبه من المواطن وكتستجب الانتظارات ديالو. نعم. دابا واش استجبنا ولا ما استجبناش، ولا كنستجبوا ولا ما كنستجبوش، هذا كنخليوه للنقاش. ولكن بالنسبه لنا حنا تنديروا مجهودات يعني استثنائيه باش نحاولوا نستجبوا في حدود الامكانيات المتاحه الانتظارات ديال الجمهور ديالنا بمختلف شرائحه. نعم. قبل ما نتكلموا على البرامج القرب على قناه تمازيغ، فهذا الدور هذا اللي يعني كيلعبوا الاعلام في التعريف في كذلك تكريس برامج حول الجهويه الموسعه. استاذ بن سيدي، وانتم رئيس تحرير بجريده الخبر. اعتقد ان مشروع الجهويه الموسعه اللي المغاربه كلهم كينتظروا التنزيل ديالو، واللي كيشكل تحدي امام قناه مثل القناه الثامنه، انه خصوصا على مستوى ما ذكر الاستاذ مماد على مستوى ثقافه القرب او تكريس اعلام القرب. صحيح ان هناك مجموعه من العناوين، مجموعه من البرامج اللي كتنقل المعيش اليومي للمواطن، كتقربوا من المحيط ديالو، من الاسره ديالو، ولكن كما قال سي مماد يعني واش نجحنا واش ما نجحناش، يعني كنسالوا الى اي حد تمكنت القناه من بعد 4 سنوات، ما يقرب 4 سنوات من الانطلاق ديالها. نعم. خصوصا ان 4 سنوات اعتقد انها كافيه لتقييم هذه القناه هذه، يعني الى اي حد نجحت القناه في تكريس اعلام القرب. صحيح ان هناك عناوين مهمه جدا، ولكن الى اي حد استجابت لانتظارات المواطنين، لتطلعات المشاهدين. نعم. خصوصا وان القناه هي يمكن نقولوا انها حلم او مطلب اساسي من مطالب الحركه الامازيغيه، من الناس الناطقين بالحركه الاعلاميه، الحركه الاعلاميه ايضا، الحقوقيين، الثقافيين، يعني مجموعه من الفعاليات كانت كتنتظر هذا المولود. اعتقد ان 4 سنوات كافيه للتقييم، وان السي مماد يجاوبنا على مدى نجاحها في تكريس هذا اعلام القرب. استاذ مماد، اولا خصني نذكر بواحد النقطه اللي هي اساسيه، وهن هذه القناه هذه، وانا متفق معك، هذا مطلب او استجابه لواحد المطلب ديال الشعب المغربي بصفه عامه، وداخل الشعب المغربي واحد الشريحه مهمه منه اللي هما يعني المواطنين الناطقين باللغه الامازيغيه في جميع مناطق المغرب. انا بالنسبه لي كنعتبر بان هذه القناه هذه هو جزء اولا من المشهد الاعلامي السمعي البصري الوطني، والمشهد السمعي البصري الوطني هو سوق، يعني وفيه لي بار دو مارشي تخييمي. احنا بالنسبه لي كقناه عامه كنحاولوا ما امكن باش نتوجهوا لجميع الشرائح ديال المشاهدين بدون استثناء، بما فيهم الناطقين الغير الناطقين باللغه الامازيغيه. كتعرفوا بان جزء كبير من البرامج ديالنا مستجاب باللغه العربيه، وهذا الهدف ديال الكونسيبت، يعني التصور الاساسي ديال القناه كيعتمد على المبدا ديال ان هذه القناه هذه هي قناه وطنيه اولا وقبل كل شيء. ولكن لو كور دو سيبل ديالها هي ان المشاهدين يعني اللي كنتوجه لهم بالاساس هو المشاهدين اللي كينطقوا باللغه الامازيغيه. دابا واش حقنا واش ما حقناش، نقد نعطي بعض الامثله باش نتكلموا بسميتو. مثلا ناخذوا الجانب الفني. واحد الوقت وانا بحكم تجربتي في القناه الثانيه نقد نقول لكم مثلا بان الاغنيه الامازيغيه كان عندها واحد حضور هامشي في البرامج ديال القنوات الوطنيه للاسف واحد الوقت، ولكن القناه الامازيغيه فتحات بابها على مصراعيه لجميع الفنانين الامازيغيين وغير الامازيغيين كذلك، لان في البرامج الترفيهيه مثلا كيكونوا حاضرين معنا في بكل المكونات بما فيهم الفنانين اللي غير ناطقين باللغه الامازيغيه. هناك كذلك مثلا على المستوى السياسي كاين هناك فاعلين سياسيين وجمعويين اللي من خلال واحد المجموعه ديال البرامج
السياسيه اللي كتبتهم القناه فتحت لهم المجال في جميع الاحزاب السياسيه بدون استثناء انهم يتكلموا باللغه الامازيغيه، وهذه ما كناش كنشوفوه في القنوات سابقا بدون استثناء. وهذه مساله اساسيه جدا واستراتيجيه كذلك لا تبني بالنسبه للاحزاب وبالنسبه للجمعيات. كاين فاعلين جمعويين، واحد العدد ديال الجمعيات اللي هي كتشتغل في جميع المناطق المغرب وفي المناطق بالخصوص اللي آهله بالسكان الناطقين باللغه الامازيغيه. القناه فتحت لهم المجال انهم يتكلموا على المبادرات ديالهم، على داك الشيء اللي تيقوموا به. اللي اساسي انا في نظري شنو هو اولا هذه القناه هذه كتمثل لابنه من لابنات ديال بناء هذا الصرح اللي ديال المشهد الاعلامي السمعي البصري الوطني، وكنعتقد انه نجحنا في الاستجابه واحد الجزء، ما تنقولش بان استجبنا لجميع يعني الانتظارات ديال المشاهد الامازيغي، ان الا استجبنا لجميع الانتظارات خصنا نوقفوا. اذا كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خصنا نستجبوا لها، وانا واعي بهذاك الشيء، والطواقم اللي كيشتغلوا في القناه واعيين بهذا الشيء، وكنعتقد انه في اطار المرور اللي بد 24 ساعه على 24 ساعه اللي تنتمنى انه يبدا التطبيق ديالو السنه المقبله، كنتمنى اننا يعني تكون عندنا الامكانيات الكافيه، لانها مساله مهمه جدا للظهور. توفروا الامكانيات الكافيه، لان كتعرفوا التلفازه هذه صناعه، سي اون اندستري، وهذه الاندستري كيكون شائع. يعني خاص الامكانيات، الا ما كاينش اللي ما كتوفرش القناه على الامكانيات الكافيه ما يمكنش لها تحقق الاهداف اللي هي دارت لها. ولكن بالنظر الى الاهداف التي رسمت لها منذ نشأتها 4 مارس 2010 كنعتقد بان نجزنا الكثير، وماشي حنا اللي تنقولوها، كاين تقارير ديال الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري اللي كتاكد هذا الشيء. كيبقى يعني هو الاراء ديال المشاهدين، المطالب ديالهم هي كثيره. ففعلا واش نجحت القناه في تعزيز يعني التعدد ديال اللغويه الثقافيه السياسيه كما جردها في المداخله ديال الاستاذ مماد. ولكن الان بالنسبه لكم انتم يعني كذلك كفاعلين جمعويين كصحفيين كمشاهدين، واش حسيتوا بان القناه انها وصلت في تعزيز هذا الاعلام ديال القرب اللي هي تطمح ليه؟ اعتقد ان هناك محورين او نقطتين اساسيتين لتقييم مدى نجاح القناه الثامنه في تكريس اعلام القرب. النقطه الاولى هي شبكه برامج القناه، والنقطه الثانيه هي نسبه المشاهده. مثلا الا خدينا نسبه المشاهده كنلقاو بانها ضعيفه جدا. واش ما يمكنش نقراو هذه نسبه الضعف ديال نسبه المشاهده على انها بين مزوجين اخفاق القناه في تكريس اعلام القرب؟ اولا ما كنعتبرش بان نسب المشاهده في القناه هي نسب ضعيفه جدا. لا غير توضيح استاذ محمد كذلك بان القناه هي قناه اولا ليست قناه ارضيه، وانها يعني تبث على الساتيل وعلى هذه النقطه. النقطه الثانيه هي اولا هي القناه هذه ما كتبثش بث ارضي، وكتعرف بان كاين منافسه شديده على مستوى البث عبر الساتيليت. ثالثا نقطه اساسيه كتعرفوا بان هذه القناه هذه هي ثلاثه القنوات في قناه واحده. كاين فيها الريفيه، فيها تسوسيت، وفيها تمازيغت. كان وتنتمنى ان مستقبلا مثلا يكونوا قنوات محليه يمكن فيها البث على المستوى المحلي، يكونوا قنوات محليه. كتعرف بان مثلا واحد فاش كيتفرج في واحد البرنامج بالتريفيت مثلا وكيمر مباشره البرنامج اخر كيتبث بتسوسيت، هادو راه يعني كتعرف بان كاين واحد النوع ديال بالنسبه للمشاهد مثلا خاص يكون واحد الاسترسال في البث، لا من ناحيه اللغه ولا من ناحيه المضمون وكذا. ولكن هذا الجانب هذا تنتمناو مستقبلا كاين تقنيات على المستوى التقني، كاين تقنيات ما غاديش ندخلوا في الجزئيات ديال هذا الموضوع، ولكن مستقبلا ان شاء الله المشاهد المغربي غادي يكون عنده امكانيه انه يتابع البرامج ديال القناه. نفس البرنامج مثلا يمكن لك تشوفه في نفس الوقت الا كنتي كتكلم بالامازيغ بتريفيت ولا تسوسيت ولا تشلحيت. ساعات البث هي ناقصه سي مماد، ربما هي كتحول دون ان باش يكون هذه نقطه اساسيه تظهر مهم جدا تاع المساله هذه. ما تنساو بان القناه يعني رسميا هذا اجتهاد منا انها كتبث من 2 حتى يعني دابا يعني على مدار السنه من 2 حتى 12 ديال الليل. رسميا في فتره التحملات ديالها راه من 6 حتى 12 ديال الليل. حتى بالنسبه الا بغينا نقيسوا
النسبه ديال المشاهده ديال القناه خصنا نقيسوها على هذا الاساس انه 6 ديال السوايع. 6 ديال السوايع ماشي بحال القنوات لان كنقارنوها مع القنوات الاخرى اللي كتبدا 24 ساعه 24 ساعه، وفاش كتجمع العدد ديال الساعات اللي كيشاهدوا المشاهدين المغاربه القنوات الاخرى، ما يمكنش تقارنوا هذا. يفو كومباري لو كومبارابل سكي كومبارابل. طيب يسمع ان كاين تقنيه انها تسمح يعني مشاهده برنامج بنفس بتمازيغ بالتالي، ولكن هذه التقنيات مكلفه جدا. لا علما لا علما ان تحدث على ضعف الامكانيات. لا ماشي مكلفه جدا، العكس ما مكلفه جدا. هذه مساله غادي ان شاء الله غادي نمروا لها. هذه مساله غير ديال مساله وقت. طيب استاذ محمد، يعني واش البث نتفق معك، البث الارضي مكلف ولكن هذا قرار سياسي. احنا نرجعوا للبرامج اعلام القرب والبرامج التنمويه الاجتماعيه اللي هي الان عندها واحد الصدى واحد المكانه في قناه تمازيغت. يعني واش هذه البرامج كلها يعني استجابه لدفتر التحملات؟ كاين دفتر تحملات جديد، واش يعني هذه البرامج هذه كلها يعني كتعكس هذه الاشياء اللي جات في دفتر تحملات القناه فيما يخص اعلام القرب، فيما يخص فك العزله على واحد المناطق اللي هي نائيه، الوصول الى فعلا ساكنه اللي هي مهمشه، اللي هي ساكنه اللي كتقول بان انا ما كيعطونيش الكلمه في قنوات اعلاميه اخرى او في اعلام مكتوب. فبالنسبه لكم يعني واش يعني توصلتوا لحد الان باش انكم تستجبوا لدفتر التحملات؟ اولا بعدا بالنسبه لدفتر التحملات هذه سون اوبليغاسيون ليغال، يعني اننا مفروض علينا كقناه وطنيه تابعه للدوله اننا نحترموا البنود ديال دفاتر التحملات بحذافيرها. هذه مساله مفروغ منها. دابا بالنسبه لدفاتر التحملات والمقتضيات ديالو، انا كنعتبر دائما وكنقلتها مرارا بانه هذا وعاء. هذا وعاء حنا خصنا نتصرفوا فيه. كتفتح لك مجال، انا بالنسبه لي دفاتر التحمل كتفتح لك مجال انك تبدع، يعني يمكن لك تبدع داخل هذوك البنود. ما حتى واحد ما كيمنعك انه يعني تقترح برامج اجتماعيه سياسيه، برامج موجهه للاطفال الى غير ذلك. اذا انا تنعتقد انه وهنا كاين دابا طلب عروض اللي هي في طور انجاز حاليا. الشبكه ديال البرامج ديال القناه غادي تبدل تقريبا كلها من ناحيه المضمون ومن ناحيه الجوده. غادي تكون واحد القفزه نوعيه لان كاين واحد شويه ديال في بدايه ديال القناه. خصنا نعرفوا بانه هذا الاعلام السمعي البصري الامازيغي عاد بدا ما تنتكلمش غير على المضمون، كنتكلم حتى على الهياكل ديالو. نعم. يعني من ناحيه التقنيين مثلا خصهم يتعلموا، خصهم الوقت باش يتعلموا ويتكونوا. بالنسبه للصحفيين نفس الشيء، بالنسبه للناس اللي مكلفين مثلا بالجانب اللغوي كاين واحد المجموعه. كاينه نعم، يعني كاين واحد اللبنه راه يعني ماشي دابا التعلم، يعني دابا خص بالعكس المضي يعني قدما. لا انا كنقول بانه خصنا كمان نعرفوا بانه القناه هي اللي عطات واحد الدفعه كبيره بالنسبه للانتاج السمعي البصري الامازيغي. ولكن بالنسبه للقطاع الخاص مثلا، الا كتعرفوا بان حنا عندنا واحد جزء كبير ديال البرامج كتنتج خارج القناه. علاش؟ لان الامكانيات البشريه ديالنا ما كتمكنناش اننا واخا كنديروا مجهود استثنائي. عندنا 43% ديال الانتاج الداخلي نعم كنتجوا يعني تنتجوا القناه. ولكن تنقول بان دابا انا متفق معك 4 سنين دابا فات سميتو ما بقاش دابا. ولكن حنا الان كنحرصوا حرص شديد ان بالخصوص من ناحيه الجوده، من ناحيه المضامن ديالو، من ناحيه المواضيع اللي كتناقش، ومن ناحيه الاستجابه ديال يعني الانتظارات ديال الجمهور. حنا حريصين يعني حريصين انه نستجبوا لجميع الانتظارات ديال هذا الجمهور ديالنا سواء داخل المغرب او خارج المغرب. قبل ما ندوزو للشهادات، الاستجابه هذا هو المطلوب. ولكن اللي كنقولوا التكوين يعني التقنيين او لا، يعني كاين تراكم، كاين كفاءات داخل القناه الثامنه يعني جاوا من تجارب اخرى، راكموا تجارب يعني ماشي كلهم. هما طاقات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه ما يمكنش نحملوا المسؤوليه لان كل الفعاليات والفاعلين داخل القناه الثامنه كلهم جداد او لا، يعني كاين تراكم واش ما استفدتوش. اولا بعدا خصنا نعرفوا علاش كنتكلموا بالضبط. لا مهم جدا ان كاين شي نقاط كيثيرهم الاستاذ سي محمد مهمه جدا خصنا نتكلموا عليها. اولا الطواقم ديال القناه كلهم شباب تكونوا واحد 6 شهور يعني في القناه فاش انطلقت القناه تكونوا. كاين بعض الاستثناءات بخصوص من ناحيه المخرجين مثلا، ولكن بالنسبه
التقنيين كلهم شباب، كلهم توظفوا داخل الشركه الوطنيه مباشره، يعني بعيده احداث قناه الامازيغيه. ما كنتكلمش على هذا الشيء، على القناه، كنتكلم على القطاع بصفه عامه، كنتكلم على القطاع الخاص، فهمتيني. هذا القطاع هذا كاين مثلا بالنسبه للقنوات الاخرى عندهم تجارب بدات من الثمانينات، كاين اللي قبل الثمانينات بالنسبه الله يخطيهم وكذا. بالنسبه لهذه القناه هذه قناه اللي عاد بدات، وهذا قطاع عاد بداو تيتكون. ولكن واحد القضيه خصنا سميتو اولا بعدا بالنسبه لي حنا تنعتبر يمكن عندك انتم كتشوفوا من الكاس تيقول لك لو فيغ موتي فيد، انا كنشوفوا لو فيغ موتي بلان. وفاش بدات القناه كان عندنا تقريبا انعدام ديال البرامج. كنت نسابق بان هذا فران، هذه التلفاز راه فران، خاص يكون عندك واحد رصيد كبير مثلا ديال الانتاجات السمعيه البصريه في افلام وثائقيه وفي برامج وكذا وكذا. خصك ما كانش عندنا هذا الشيء كله اللي تتبثوا القناه، كيبثوا الطواقم جوج الطواقم ديال القناه. انا بغيتك تزيد سميتو تدقق شويه في الامور باش تعرف الحجم ديال المجهودات اللي كنقوموا بها، والعدد مثلا ديال البرامج اللي كنجوها وكينجوها الطواقم ديال القناه. طيب واش في هذا العدد ديال البرامج مقارنه مع القنوات الاخرى بغيتك تشوف، وهذه ماشي حنا اللي سميتو ما كنعاودش سميتو، يمكن لك مشيت تشوف بالضبط العدد ديال البرامج اللي كنجوها داخل القناه، عدد كبير بالمقارنه مع الامكانات المتاحه من ناحيه الصحفيين ومن ناحيه التقنيين ومن ناحيه سميتو. عندنا 111 ديال الناس اللي عندنا في القناه بما فيهم صحفيين وتقنيين وغير ذلك، وعلى قناه عامه كتوجه لجميع المغاربه. غادي نوصلوا النقاش حول هاد النقط هذه، غنوصلوا النقاش حول هاد البرامج. وهاد البرامج هل فعلا هي كتستجب لتطلعات مشاهدي القناه؟ وهذا ما سوف نتابعه في هذه الشهادات. كنشوف انه مع عمر بنس الاذاعه والتلفزه ديال القناه الثامنه هنا في المنطقه، وكنتمنى ان هذا الشيء تحضر وتشوف الفنانه اللي فيها والمواهب اللي كتبغي تبان وتبرز المواهب ديالها في هذه المنطقه هذه. في الحقيقه القناه ديال تمازيغت كتنهج سياسه القرب في بعض الحالات في المناطق اللي هي صعيبه، فاش كتقطع لي لابيست وهذه كتوصل، ولكن في المناطق اللي هي قريبه وكاين يعني طرقان مزيانين ما كتوصلش، حيت حنا كجمعيه كنا برحنا عليها تقريبا شي 3 المرات، ملي كنصيفطوا لي فاكس وكتجي، شي مرات ما كتجيش، شي مرات كتجي وكتسجل، ولكن ما يعني داك الشيء سجلات ما كيبانش. كنا كحرفيين ونغايبه كديالنا كحرفيين المنطقه، الحمد لله المنطقه غنيه ديال ديك الحرفيين خاطر جميع المسمس جميع الحرف، سواء مثلا اليدويه سواء مثلا التدغيضين. المهم على اي حال نتلاحظ الغياب القناه ديال المنطقه. انا نسولك في الكفاءات نور لانه اذا كنتي جداد يخصها تمشي محن ولا تورش ما يستين نغوش ما يذكر، يخصها اما سيناد لي ريسبونسابل القناه هاد راه شويه يزرين سنس سمنات دا يسكنني الناري غاديني القضيه اللغه توتلايت ني تسورين كتبادو تاد واش هي تمازيغ نرا نكوني ان في مدن تمازيغ المسؤوليه لقناه الدغ تصيوضي مدن تولافت نخت الصوره الحقيقيه تولافت تمازيغ هذه سن مدينه تمازيغ. فيما يخص قضيه التهميش والاقصاء ديال الجنوب الشرقي، ملي كنقول الجنوب الشرقي كنقصد تنزيل مجموعه من البرامج يعني انها قصت هذه المنطقه لا من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه ديال الباحث، من ناحيه الكتابه، مجموعه من الاشياء. بالنسبه للسهرات كنلاحظوا بان السهرات كتقتصر على مجموعه من الفنانين ويتم اختزال الامازيغيه في 3 مناطق، يعني وفق التعابير اللي يعني نقولوا الريف الاطلس سوس. ما عرفناش فين حنا كنتصنفوا حنا، لان يكون واحد الدور كبير وجدي بالنسبه لتنزيل مضامين الدستور الجديد بالنسبه لتعليم اللغه الامازيغيه. وكنشوف غياب اللغه الامازيغيه للاميات، لان كتكون تعليم اللغه الامازيغيه بالنسبه للابتدائي وبالنسبه للدراري وداك الشيء يكون واحد التبسيط شويه على حسب الاميه. قناه الامازيغيه انها غايبه في هذه المنطقه بزاف، وكنستضيفوا قنوات اجنبيه ودوليه
اكثر مما كنصرفوا القنوات الوطنيه. اذا هذه من هذه المقاعده ادعو هذه القنوات الوطنيه الى تغطيه المزيد من التغطيه لواقع المناطق ديال الجنوب الشرقي المغربي. الفكره ديالنا على تمازيغت هي قناه زوينه كتهتم بالشباب، كتعطي الاهتمام ديالها للشباب اولا، الا اننا كنلاحظوا واحد النقص على هذه الجهه ديالنا، الجهه ديال ميدالت الرشيديه وهاد المناطق هذه ما كنلاحظوش ذاك الاهتمام ديال ماشي غير القناه ولكن جميع القنوات. اذاعه الامازيغيه اذاعه محترمه وعطات الكثير وهي في البدايه ديالها، وكنتظروا منها توصل لواحد النتيجه احسن، وكنتمناو باش توسع في الاهتمامات ديالها وتهتم اكثر بالشباب، لأن الشباب هو اللي عنده مشاكل أكثر في هذه الساعة. المهم البرامج تين الأمازيغية حنان، ولكن نريد نتفهم شحال سن لحقاش تدخل في غيفتين لا الأمازيغية نسوس لا الأمازيغية تين الريف، ولكن تين الأطلس نريد نتفهم يدغ المشكلة ديال اللانجة الأمازيغية. بالنسبة للقناة الأمازيغية أنا كمستشارة في الحقيقة كنشوفها في المهرجانات الأكثر عموميه، بحال مهرجان التفاح ديال ميدات، بحال مهرجان ديال ايميل شين، في حين ان مثلا في مهرجانات هناك مهرجان اخرى ما كنشوفش ان القناه الامازيغيه كتغطيها، وهي مهرجانات اللي كيقيمها غير امازيغ قبائل امازيغيه، كذلك انها ما كتعتنيش بالتراث اللي كثير في ميدالت، كاين هناك تراث فني ديال قبائل امازيغيه ما كنشوفوش انها ما كتغطيش هذا التراث الفني في الامازيغ. القناه يعني لاحظت انها مشات لمجموعه من المناطق كتحاول يعني تقرب ثقافيا، مثلا في الريف، في الصحراء هنا في إفني، في الصحراء في الأطلس، في الكناري، يعني مثلا في شمال افريقيا، مشات ليبيا، دارت برامج في تونس. إذا بعد هذه الشهادات التي جاءت على لسان مشاهدي قناة تمازيغت حول مجموعة من الأشياء وانتظاراتهم حول الاختيار أو معايير اختيار البرامج، أولويات لكفاءة، توازن ما بين مكونات ثلاث إلى غيرها من أشياء اللي هما كينتظروها المشاهدين، ولا سيما اعتماد يعني التواصل أكثر مع ساكنة اللي هما كيعتبروها مهمشة. واش في اول شيء واش فعلا يعني القناه ما كتوصلش انها تمشي لكل جهات المملكه المغربيه سمامات، ولا سيما هذا الجنوب الشرقي اللي هو جانا منه بزاف ديال المراسلات حول غياب القناه في التواصل مع الساكنه؟ اولا ما كاينش، انا ما كنعتبرش بان كاين غياب ديال القناه في هذيك المنطقه. احيانا مره كيكونوا الطواقم ديال القناه اللي كيتنقلوا تما وكنقوموا بواحد مجموعه ديال الروبورتاجات، وانا كنشكرهم. اولا كنشكر هاد المواطنين اللي هما تيعبروا على الغيره ديالهم. اولا لكن بالنسبه لي هذه غيره على القناه، بغاو هاد القناه هذه تمشي يعني توصل عند جا عندهم، لانهم كيشوفوها، لو كان ما كيشوفوهاش ما يمكنش يتكلموا عليها. انا كان عارف هذه المساله هذه وواعي بها، واعي بان كاين واحد الخاص ماشي غير بالنسبه لديك المنطقه، المنطقه فيها مشاكل كثيره، وانا ولد المنطقه وتنعرفها مزيان، وتنعرف مزيان تين جداد، تنعرف مزيان قلميمه، تنعرف مزيان هذه المناطق كلها، هذه المدن تنعرفهم وفيهم مشاكل كثيره، ولكن تنتمنى مستقبلا هذه مساله، وكنقولها هذه مساله هذه مرحله من المراحل ديال القناه. هذه تنتمنى انه في اطار التطور اللي غادي تعرفوا القناه مستقبلا من الامكانيات اللي غادي ترصد لها، غادي يكون عندنا مراسلين ماشي غير واحد، مثلا غادي يكون عندنا قد يكون عندنا مكتب مثلا تما في المنطقه في الرشيديه، هي هذه يكون عندنا مكتب يكون حاضر تما، مكتب ديال قناه تمازيغت ولا ديال الشركه الوطنيه، يكونوا صحفيين ديالنا تما باش يكونوا قراب من الناس ويكونوا عندهم الامكانيات ديالهم باش يقوموا بروبورتاجات، لان كاين مشاكل كثيره ومتعدده، وكاين شيء ماشي غير المشاكل، كاين اشياء ايجابيه كذلك اللي يمكن نتكلموا عليها. ولكن بغيت نذكر بواحد النقطه اساسيه، بان هذه ما ننساوش بان هذه قناه تلفزيه. يعني عاد بدات عندنا واحد، واخا دوزات 4 سنين في العمر ديال القناه التلفزيه، ماشي انا كنعتبر بانه قليل 4 سنين انه باش بعدها يعني بالطريقه باش تحدثات القناه. يعني انا كنعتبر بان اللي انجزاته مهم جدا، وانا عارف علاش كنتكلم بالمقارنه مع الامكانيات اللي ترصدت لها، وبالمقارنه مع القنوات الاخرى اللي عندها امكانيات مهمه جدا.
انا هذه سميتو بالنسبه للاخوان والاخوات والملاحظات ديالهم كاملين، انا متفق معهم. كاين اشياء اللي ان شاء الله غادي نحاولوا نداركوها، مثلا بالنسبه للضيوف، بالنسبه للروبورتاجات، بالنسبه للغه كذلك خص يكون حضور داخل القناه. بالنسبه لذاك الصوت ديال الجنوب الشرقي خص يكون حاضر، لا من ناحيه الصحفيين، من ناحيه الضيوف، ومن ناحيه هذا. ولكن تنحاولوا في حدود الامكانيات المتاحه اننا نكونوا حاضرين في المغرب. وكتعرفوا المغرب الحمد لله واسع وكبير وخصو امكانيات كثيره، وتنتمنوا ان شاء الله في اطار هذا التطور اللي غادي يعرفوا القناه، في اطار دفتر التحملات الجديد، اننا نتوفروا على امكانيات اخرى يتمكننا نكونوا حاضرين في جميع مناطق المغرب. من اضافه استاذ بن سيدي، من خلال الشهادات كاين سوقت واحد الشهاده ديال واحد كيقول ان باغيين التمازيغ ديالنا، يعني ان هذا اتهام للقناه انها كدير كتستعمل اللغه مازال ما كيفهمهاش. لا انا ما متفقش. انا قال يعني كاين خليط شنو قال بالضبط؟ انا فهمت شنو قال. قال بغينا التمازيغ ديالنا هم. لا انا فهمت، ما كيهضرش على التمازيغ ديال الجنوب الشرقي، كيهضر على اللغه اللي كتستعمل في البرامج. وخصوصا نذكر في السهره مثلا كيكون واحد الخليط، ما كنبقاوش عارفين واش كيدوي المرشد بتمازيغ او لا بتريفيت او لا بتشلحيت. ثانيا النقطه الثانيه وهي ديال المساواه. انهم ضمنيا كيقولوا بان كاين تغليب مكون لساني على مكون اخر. يعني واش هذا الشيء بصح كاين في القناه، ولكن كيفاش يمكن نداركوه؟ لا ما كاينش. انا ماشي ما كاينش، يعني كاين اشياء، كاين بعض الهفوات مثلا اللي خصنا نداركوها مستقبلا. القضيه ديال اللغه انا تنظن بان الناس كيفهموا هذه القناه، لو كان ما كيفهموش ما غيسمعوهاش. انا متفق معاك، كاين في بعض البرامج وبعض الصحفيين اللي تيحاولوا ما امكن انه تيحاولوا يتكلموا شي شويه باللغه المعياريه، وكتعرف بان اللغه المعياريه خاصها شويه الوقت باش يمكن الناس كلهم يمارسوها في المغرب. بعض الناس ما كيفهموش، وانا هذه المساله هذه تناقشها مع الصحفيين، انه خاص نبسطوا الامور، لان حنا تلفازه ماشي جامعه، وماشي لان كاين هيئات ومؤسسات اخرى اللي مكلفه بذاك الجانب الاكاديمي ديال اللغه. حنا اولا وقبل كل شيء تلفازه، وخصنا نبسطوا ما كان باش يمكن لنا نتوصلوا. ولكن عموما ما خصناش ثاني عموما يعني واحد 90% ديال المغاربه تيفهموا اللغه باش تنتوجهوا لهم في جميع البرامج. الا كاين بعض متفق معك، كاين بعض الصحفيين مثلا اللي كيستعملوا بعض الكلمات اللي هي صعيبه وهذا، ولكن هذا الشيء راه كتعرفوا مسلسل كبير، هادشي كاين مسلسل كبير ديال اولا ترسيم الامازيغيه، يعني لان هذه في الحقيقه مرحله من المراحل اللي هي مهمه. نرجع للبرامج وارتباطا بالموضوع، لاننا كنتكلموا على اعلام القرب. تفضل الاستاذ. ارتباطا بهذه النقطه وفي اطار تكريس اعلام القرب، يعني شنو هما المعايير اللي كتعتمدوها في انتقاء البرامج؟ هذه البرامج اللي غتلبي انتظارات هذا المشاهد المغربي، يعني واش ما كاين معايير كتخص التنوع، كتخص الجانب الجغرافي؟ اولا كما ذكرت في بدايه البرنامج قلت بانه كاين حنا كنطلقوا من دفتر التحملات ديال القناه اللي هي المرجعيه الاساسيه ديالنا، فهمتيني. كان حنا راه مغاربه اولا وقبل كل شيء وامازيغيين، وكنعرفوا شنو هما الانتظارات ديال الناس، وتنحاولوا ما امكن. هذه محاوله، كتعرف هذيك سي اون اوفر، هذا واحد العرض كنقدموه للجمهور، لا اون غري، واحد شبكه البرامج سي اون اوفر. يقد يكون ما يمكنش ترضي جميع الشرائح ديال المجتمع، ما يمكنش. ما كاينش شي تلفازه في العالم كترضي المشاهدين كاملين. ما تنساش بان هذه قناه عامه، بحال دخلتي السوبر مارشي كتاخذ كلشي كياخذ فيها داكشي اللي بغا. تنحاولوا ما امكن حنا انطلاقا من القناعات ديالنا، وانطلاقا من داكشي اللي كنسمعوا وكنقراو في الجرائد وكنسمعوا الناس وكيتصلوا بنا والمراسلات ديالهم، باش نحاولوا نقترحوا. ملي خصك نذكر بواحد النقطه اساسيه اسمح لي مهمه جدا. اصعب عمل في اي قناه تلفزيونيه هو الشبكه ديال البرامج، هو تقترح واحد الشبكه ديال البرامج اللي ترضي جميع الانتظارات ديال المشاهد. نعم. كيفاش كيتم التدقيق من طرف القناه في اختيار البرامج، وفي اختيار كذلك يعني المواضيع اللي هي كتهم كل يعني الساكنه المغربيه، يعني بمختلف الشرائح ديالها، الثقافيه، اللغويه، السن كذلك حتى بالنسبه للسن. واللي مهم جدا واللي جا في واحد المراسله ديال احد المشاهدين هو ان اولا كاين واحد المجموعه ديال البرامج اللي هي مكرره. انا مثلا تيكون في مجموعه ديال البرامج اللي هو تيكون غياب ديال مثلا الراي والراي الاخر،
وهما هنا عاطين مثلا واحد المجموعه ديال الامثله اللي هي برنامج الشأن المحلي اللي هو في مجموعه ديال الحلقات ديالو كيغيب هذا المبدا ديال الراي والراي الاخر. فهذه مطالبه ديال ان تيقول لك اساس نجاح والمصداقيه ديالو في البرامج القربيه باش كيكون الساكنه يعني والراي ديالها موجود. بالنسبه لي اولا المبدا بالنسبه لي وانا صحفي التكوين ديالي صحفي اصلا وعندي تجربه في هذا الميدان. انا بالنسبه لي المبدا الاساسي هو مبدا ديال التكافؤ ديال التوازن في اي برنامج. نعم. كاين قد يوقعوا فوات مثلا ما تنكرهاش كاين بعض سميتو بعض البرامج مثلا اللي يكون ما فيش قد يكون ما فيش توازن، ولكن انا كنحرص ان جميع البرامج اللي كتقدمها انا جاي ماشي المضامين كتعرف هي مثلا اللي خديتي شي مثلا ناخذوا اعطيني اي موضوع راه يمكن لك تاخذ الموضوع تاخذه من جميع الزوايا. ناخذ مثلا المشكل ديال الغابه راه يمكن لك تاخذ المشكل ديال الاستغلال ديال الغابه ديال الجانب ديال الخشب ديال الاستغلال ديال المواطنين مثلا اللي ساكنين تما في كذا مشكل ديال البيئي البعد البيئي. لا هذا ما تينفيش بان راه المشاهدين تينوهوا بالبرامج ديال القناه. لا غير واحد القضيه لا سمح لي يعني غير كان تحسين ما هو تحسينه هو هذا الشيء. شوف احنا واحد القضيه هذا بالنسبه لي شويه ديال التكافؤ شويه ديال التوازن المواساه هذا تحصيل الحاصل. انا بالنسبه لي الهدف ديالي الاساسي هو يكونوا المشاهدين بمختلف الشرائح ديالهم يكونوا راضيين على القناه. انا كنعتبر الان في 2013 حنا دابا في واحد المرحله مفصليه. علاش لنا كما قال السي محمد قبيله من بعد 4 سنين يمكن ندير واحد التقييم ديال الاداء ديال القناه والحصيله ديالها. ودابا من بعد مع هاد الدفاتر التحميل الجداد اللي هو كيقترحوا ان القناه تمر البث 24 ساعه. ما نساوش حتى الاهميه ديال الجانب الزمني، لان عندك 6 ديال السوايع اللي كنبثوا في الحقيقه اللي هي ديال اللي فيها انتاج وفيها واحد جزء كبير ماشي غير ديال الانتاج، فيه جزء كبير كذلك ديال فيه واحد جزء يعني ديال المقتنيات. فهمتيني؟ اذا باش تستجب المشاهدين خاصك تبث بعدا 24 ساعه ل 24 ساعه. فهمتيني؟ وخص يكون عندك الامكانيات البشريه واللوجستيكيه والتقنيه الكافيه باش يمكن لك تستجب الانتظار في الهكتار. الخطوات كاين خطوات الان خطوات هي حنا كما قلت لك قبيله ما نعرفوش سمعتيني مزيان ولا لا. كاين طالب عروض اللي حنا نشتغلوا عليهم الان. كاين مثلا 17 برنامج كلشي جديد يعني من ناحيه المضمون ديالو غادي يكون انطلاقا ابتداء من 2014 ان شاء الله غادي نبداو فيهم. غادي نبداو في انتاج مسلسلات يعني نقول واحد 4 ديال المسلسلات مثلا ابتداء من 2014. كاين افلام تلفازيه. هذا الشيء ما كانش كيدار قبل. وبالنسبه للبرامج من ناحيه المضمون ديالهم الطريقه ديال الاعداد الطريقه سواء البرامج الداخليه والبرامج الخارجيه كلهم غادي نعيدوا فيهم النظر، لا من ناحيه الطريقه ديال الانتاج لا من ناحيه الطريقه ديال المعالجه ديال المواضيع من ناحيه الضيوف، لان هذا الشيء كله كيتطلب امكانيات. ما تنساش بان برنامج سمح لي برنامج مثلا فيه ساعه ولا 52 دقيقه راه ما يمكنش تنتجو صحفي واحد، راه خص يكون عندك طاقم اللي غادي اللي كيشتغل على الاعداد كيشتغل على التصص على لي فيش على الضيوف على المواضيع. يعني هذا الشيء هذا كله كيخص الامكانيات. وكنتذكر بان الامكانيات باش كنشتغلوا الى حدود يعني امكانيات يعني محدوده. وحاجه اخرى التلفازه راه هذا سميتو التلفازه خاصها الوقت باش يمكن لها تكون واحد النقطه اساسيه ولا لو كان تنفتح القوس وغادي نسجلوا خلينا المساواه ما بين الاسئله والاجوبه. لا مهمه هذه لا بروموسيون. حنا للاسف وحنا هذا كنعترف بان كاين واحد النقص كبير من ناحيه تسويق القناه. كنقوموا بواحد الاشياء مهمه جدا. روبورتاجات اللي ما عمر مثلا ليبيا 2 fois 52 مينوت ما عمر شي قناه في المغرب قامت بواحد 2 fois 52 مينوت مثلا في ليبيا مباشره بعد سقوط القذافي. درنا في ليزيل الكناري مثلا غير مؤخرا. كنا في تونس بالنسبه للامازيغيين ديال تونس 52 مينوت. هذه قناه بامكانيات متواضعه تقوم باشياء. وداخل المغرب كذلك كاين عندنا عندنا برامج ديزونفي سبيسيو اللي كيقوموا اللي تنمشيو ولا اللي روبورتاجات وتحقيقات على المواضيع الانيه ومواضيع اللي كتهم. طيب في هذه المواضيع الانيه السمامات في هذه المواضيع ما تقارنونيش مع قنوات اللي عندها 1000 البشر. ما كاينش مقارنه غير على مستوى التسويق هذا المنتوج شكون اللي كيتحمل مسؤوليته سامع؟ انا هو الاول خاصنا
نسوقوا اكثر داك الشيء اللي كنقوموا به. خاص الناس يعرفوا بالضبط شنو كنديروا، يعرفوا مثلا الا عندنا برنامج مهم خاصنا نسوقوه في جميع القنوات ديال الشركه الوطنيه اللي هي احنا تابعين لها. نعم. مثلا القنوات ديال الشركه الوطنيه خاصنا نقوموا بالتسويق ديال البرامج ديالنا. طيب. الاولى تسوق عندنا وحنا نسوقوا عند الاولى، وفي الاذاعات كذلك خصنا نستغلوا اللي هي مهمه جدا، اذاعات الاتحاد، اذاعات تمازيغ، الاذاعات، وهذا الشيء كنقوموا به، ولكن ماشي يعني ما نبقاوش غير يعني في الوتيره اللي خصنا نقوموا بها. استاذ محمد، يعني هي راه كاينه واحد المجموعه ديال الشهادات اللي هي تتشيد بالبرامج ديال القناه، ومنها كذلك يعني مواكبه القناه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وتكريس هذا الاعلام ديال القرب. هذه مبادره لان القناه الوحيده اللي كتنتج برنامج ديال التنميه نعم. ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يوميا، برنامج نعم. يومي دوزنا المئات. نعم. المئات ديال البرامج خصناها لهذا الموضوع هذا، وهذه سياسه القرب اللي كنتكلموا عليها. نعم. من بين الاشياء اللي يمكن نشيلوا بها. يعني الافاق ديال هذه البرامج اللي هي كتهتم بالمبادره البشريه للتنميه الاجتماعيه، وكذلك يعني كل المواضيع الاجتماعيه والتنمويه. الله يخليك، انا نقول لك واحد الحاجه، انا بالنسبه عندي كاين نجاوبك اولا بصفه عامه. نعم. نجاوبك على القناه. ما بقيناش وقت بزاف. لا غادي نجاوبك بصفه عامه. كتعرف القناه. شوف. نعم. اي قناه ما كتسمعش وما كتشوفش المشاهدين ديالها ما عندها حتى مستقبل. نعم. هذه بصفه عامه وفي جميع الدول. لان القناه ماشي ديالك، انت ديال الجمهور، خاصك تسمع وتحاول ما امكن باش تسمع الشكاوى ديال المشاهدين ديالك. نعم. والانتظارات ديالهم والاقتراحات ديالهم والانتقادات ديالهم. الا ما كتسمعش ما عندك حتى مستقبل كقناه ولا كاذاعه. بالنسبه لنا احنا، انا بالنسبه لي الاستراتيجيه ديالنا كقناه امازيغيه هو سياسه القرب في كل شيء، يعني في جميع البرامج بما فيها مثلا البرامج الوثائقيه، بالنسبه للافلام مثلا، بالنسبه للمسلسلات. المواضيع اللي غادي نناقشوها ان شاء الله في مستقبلا غادي تكون مواضيع اللي كتناول قضايا كتهم المواطن المغربي والمشاهد المغربي بصفه عامه، والقضايا اللي كتهم الحياه اليوميه ديالو. ولكن ما نساوش واحد القضيه اخرى، راه كنبقاو دائما قناه، راه واخا دير اللي درتي راه ما يمكنش تستجبل سميتو بحال قلتي مثلا الجريده، واش انت غتكلم على كل شيء؟ ما يمكنش، راه كاين الملايين ديال المعلومات كل نهار كنتوصلوا بها، يعني كتوقع ديال الوقائع كتوقع في المغرب. واش انت غادي راه قناه؟ في هذا الاطار كاين مؤسسات اخرى في هذا الاطار ولينا ما بقيناش بزاف، بقات لنا واحد 5 دقائق في البرنامج. نعم. الاندياج، يعني الا جينا نشوفوا المشاريع والفلسفه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه انها كتعتمد على القرب، يعني ونجاح القناه في التغطيه او في التعاطي مع هذه المبادره هو تكريس لاعلام القرب. يعني الى اي حد نجحتوا في مواكبه هذه المبادره هذه؟ كاين واحد العدد، يعني المئات ديال روبورتاجات، وكاين برنامج خاص قار يومي كنبثوه. نعم. وخاص يعني خصناه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهذه مبادره يعني خاصه بالقناه وماشي اللي تنقولها. علاش؟ اللي كنعتبر بان هادو مشاريع منجزه تنجز، والميزانيه ديالها مبرمجه مسبقا، يعني ماشي شي برنامج. ما كنتكلموش على شي حاجه راه غادي نتكلموا على واحد سنه قوموا شنو هي اضافه القناه؟ اضافه مهمه جدا. نعم. انا بغيت نعطي الاخبار مثلا والاعلام. نعم. الا تبنى مثلا مستشفى في واحد المنطقه، على الاقل يعرفوا الناس بان كان واحد المستشفى ولا واحد الطريق غادي ولا واحد الطريق مثلا، يعني كاين مواكبه يوميه بالنسبه للمشاريع المنجزه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. نعم. فاحنا وصلنا لاخر محور، وهو الافاق المستقبليه لبرامج اعلام القرب على قناه تمازيغ تابعه الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه. يعني في ظل كل ما قلنا، وفي ظل كذلك هذه الجهويه الموسعه اللي جات في دستور 2011 وعطاها واحد الاهميه كبيره، واللي لحد الان يعني مازال في الاول ديال الطريق. فبالنسبه لكم شنو الاقتراحات ديالكم؟ شنو هي الاشياء اللي خص القناه انها تضيفها، الاشياء اللي انها تمنها، شنو هي الاشياء اللي مازال غايبه عليها في كل ما يهم اعلام القرب استاذ بن سيدي؟ لا، حتى نكون موضوعيين، اعتقد ان القناه يعني كتمس جميع المواضيع، ولكن واش كافيه او غير كافيه؟ سيما ظل يتحدث عن ضعف في الامكانيات، يعني ولكن كيفاش يمكن نتجاوز هذا العائق؟ اذا بقينا ندرعوا ضعف الامكانيات غيبقى ذاك النصف الفارغ. التحدي هو هذا النصف
كيفاش يمكن لكم سيوات انكم تملؤوه باش تستجبوا للانتظارات؟ اولا فاش كنتكلم عن الامكانيات انا ما كنتهربش من مسؤوليتي، انا عارف بان كاين اشياء كثيره ومهمه جدا خصنا نتجاوزوها، لا من ناحيه الاعداد، من ناحيه الجوده ديال البرامج، من ناحيه الاختيار ديال المواضيع، الاختيار ديال الضيوف، كاين اشياء كثيره وانا هادشي واعي به وعارفه لانه ولد الميدان، ولد الميدان ماشي شي واحد يبقى يجي يعاود لي سميتو تنشوف برنامج تنعرف النواقص ديالو، تنعرف شنو هو جوانب القوه فيه وجوانب الضعف فيه وكيفاش يمكن ليه يدار. ولكن ما تنساش كما قلت لك فاش كنتكلم على الامكانيات، احنا بالنسبه لنا انا بغينا نديروا تلفازه ندخلوا لواحد نمشوا لواحد المستوى ديال التلفازه كما كتمارس في جميع الدول ديال العالم، انه مثلا فاش تقوم بواحد البرنامج كتنتج واحد البرنامج تكون جميع المقومات ديال انتاج هذاك البرنامج متوفره، ماشي لي انا، لا للمشاهد، باش فاش كنعطيو واحد البرنامج يكون ذاك البرنامج كتوفر فيه جميع المقومات ديال الجوده ديال ماشي الجوده ماشي غير في المضمون، ماشي غير في المضمون، في الجانب في الاناره مثلا، في الديكور، في كذا يكون برامج وماشي بالضروره غير البرامج الكبار، يمكن حتى كابسول صغيره تكون مزيانه مصوبه، خاص لا غري الشبكه ديال البرامج ديال القناه تكون شبكه حقيقيه وعصريه، فهمتيني؟ لان المشكل ديالنا ما بقاش عندنا اختيار، فاش كيشوف مثلا انا كمواطن مغربي يمكن ليا بفضل يعني القنوات اللي كتثبت الفضائيه يمكن ليا نقارن، دابا كيقارنوا واخا تكون في ميتانوت ولا تكون في كاليفورنيا في الدار البيضاء، عندك دابا امكانيه انك تقارن، تكون قاري ولا ما قاريش، عندك باش تقارن، حنا ما بقاش عندنا لو شوا، نا بلو شوا، خاص يكون عندنا اما تكون عندنا قنوات حقيقيه ولا ما يمكنش. ولكن واحد القضيه ثانيه اسمح لي ما خصناش يفو با سوتو فلاجلي، نعم فهمتيني؟ كاين اشياء كثيره كدار المشكل ديالنا ما كنسوقوش داكشي اللي كنتجوه، ما كنسوقوش ليه خصك الجانب ديال التواصل مهم جدا خصنا، وهذه مسؤوليه الجميع جميع الاطراف اللي معنيه بما فيهم انا. وجانب الجرأة والحرية في التعاطي، نعم جانب الجرأة والحرية في التعاطي مع واحد المجموعة من المواضيع اللي كتنقولها أنا تنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، ما كاين حتى شي إشكال في هذا الجانب. أنا بالنسبة لي تنقولها وتنعاود نقولها، المسألة الأساسية اللي خصنا نردوا لها البال شنو هي؟ هو احترام القانون. ما كاينش دابا حنا مثلا شكون اللي كيجي عندك تيقول لك دابا لا دوز هذا ما دوزش هذا دير كذا، كاين قانون، كاين القانون وكاين قوانين، ماشي قانون كاين قوانين، خاص الصحفي يكون واعي ولا المنتج مثلا يكون واعي بان هذه البلاد هذه فيها واحد المجموعه ديال القوانين، وهذوك القوانين تستغلها، اسمح لي تستغلها بطريقه ايجابيه. نعم. يمكن لك دوز شحال من واحد مثلا كان ما عمره كان داز في التلفازه داز عندنا وتعرفوهم، الا كانت مثلا نقد نعطي بعض الامثله، مثلا في برنامج شؤون امازيغيه دوزنا ناس اللي ما عمرهم دازوا في التلفازه، دوزنا ماشي يمكن العشرات ديال الناس اللي كانوا وهو دور القناه في البحث عن الكفاءه تكلموا في الامازيغيه بكل حريه. تكلمتي قبيله على شنو هما الحصيله، انا بالنسبه لي هذه اهم حصيله بالنسبه لسميتو، هو انه هذه قناه، هذا فضاء جديد بالنسبه للناس اللي واحد الوقت مثلا ما كانش عندهم امكانيه انهم يدوزوا في التلفازه ولاو دازوا فيها. طيب. سواء فنانه ولا سياسيين ولا اطر جمعويين ولا غير ذلك. يعني وصلنا لاخر دقائق الحلقه، اخر كلمه استاذ بن سيدي، وفي نفس الوقت يعني تعطي فيها اقتراحات وبعجاله الله يخليك. اخر كلمه هو انه بعد 4 سنوات نتمنى من القناه الثامنه يعني انها تفرض ذاتها اكثر، انها تكون لبنه اساسيه، وان يكون عندها تاثير على المشاهد. يعني علاش ما ديرش يكون المنتوج ديالها يدير ضجه، يعني مازال ما قدرتش انها دير برامج كدير صدم للمشاهد. من نتمنى ان النجاح، المقياس ديال النجاح ديالها هو توصل لهذا المستوى هذا. يعني ما نتمنى هو ان المسؤولين على القناه يعتمدوا اكثر على التحقيقات. يعني كاين، اعتقد انه كاين واحد النقص في الجانب ديال التحقيقات والجانب السياسي. طيب استاذ محمد. نعم. يعني الجانب السياسي يعني الحوارات السياسيه. طيب شكرا بزاف سي بن سيدي. غير باش نزيدك، يعني اخر شيء اللي ربما تكلمنا عليه هو في هذه الافاق المستقبليه، هو اعاده النظر في الموقع الالكتروني للقناه. هذه من البديهيات، خاص ضروري هو ذاك لمواكبه. هذه من فاخر كلمه استاذ محمد بالنسبه للموقع. بالنسبه للبرنامج بالنسبه للتحقيقات، انا كاين واحد المجهود كبير كنقوموا به في هذا الجانب هذا، ولكن ما كافيش. انا كنقولها لك وكنقر به، ما كافيش. كاين الجرأه، كاين اشياء كثيره للاسف. انا كنرجع للنقطه ديال التسويق، ما كنسوقوش بداك الشيء اللي كنديروا اشياء مهمه جدا، ولكن ما كنسوقوهاش، كدوز هكاك بلا ما يعرفوها الناس، وهذه مساله يعني ما خصناش نتفاداوها.
بالنسبه للموقع متفق معك. الان المستقبل ديال التلفازه هو في الانترنت. خاصنا ذاك الموقع ضروري خاصنا نصلحوا هذاك الاشكال ونتجاوزوه، وخاص يكون عندها طاقم اللي غادي يتكلف به، وهذا الشيء كله. وهذه من مجموعه ديال اللي قلتي ديال النواقص ديال القناه. ضروري يكون امكانيات، لا يمكنش تنجح في واحد العمل. شكرا. تقوم بواحد العمليه ما عندكش امكانيات. شكرا. فكنتمنى ان القناه انها تكون تاخذ بعين الاعتبار كل ما جاء، لا في شهادة المشاهدين ولا في الرسائل ديالهم ولا كذلك في هذا الحوار. شكرا لك سي محمد بن سيدي رئيس تحرير جريدة الخبر. شكر كذلك للسي محمد مماد المدير المركزي للإنتاج والبرامج بالقنوات الأمازيغية إذاعة وتلفزة. في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الوسيط أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة والاستمرار في التواصل معنا عبر البريد العادي والإلكتروني. مع تحيات فريق برنامج الوسيط، إلى اللقاء. Moi, je choisis Maroc Télécom parce qu'ils m'offrent toujours plus et au même prix. Parce que je peux profiter de plus d'avantages sans payer davantage. C'est qu'il a toujours quelque chose de nouveau à offrir. Et gratuitement. Cette année encore, Maroc Télécom enrichit sa gamme des forfaits mobiles et vous offre gratuitement 1 heure supplémentaire de communication sur tous les forfaits. Sans oublier le